اتفضل اتفضل. انا ما عنديش عضو في النادي اسمه رؤوف جاسر زي ما شويه المقال والاشكال دي، ما عنديش الاشكال دي، مش موجوده. حصل بالظبط ان الاستاذ زكي سليم كان ضيف مصطفى يونس وعمل وجه نداء وطلبوني على الهوا وقال لي استاذ مرتضى يعني انت كبير العيله وكبير الرمز والكلام الجميل ده وان الاخ بكري، فليه ما تفتحش صفحه جديده وكل الناس المعارضين ليك تستقبلهم في النادي؟ سالته السؤال الاولاني هو معارضني في ايه بس عشان ابقى عارف. في فرق انك تبقى معارض عشان عندك اسباب للمعارضه، تمام؟ فرق انك قليل الادب وواطي بتقل ادبك، في فرق بين ده وبين ده. انت بتقل ادبك، ده ما بتكلمش على بكري طبعا، انا بتكلم على اللي بيقول معارضين. فقلت له اولا النادي باب الزادي مفتوح، وسالته سؤال اكتر بني ادم عمل مشكله مع مرتضى منصور في تاريخ النادي ده مين؟ قال لي اسماعيل سليم اخوه، اسماعيل سليم واحمد خضري شاهد اهو، تمام؟ قلت له طب لما انا نجحت على اسماعيل سليم عينت مين مدير فني لكرة السلة؟ قال لي طارق اخوه. قلت له يبقى انا ما عنديش غل بقى اهو. تاني طيب جبت بعد كده لغايه دلوقتي مدير فني للسله مين؟ قال لي عصام عبد الحميد ابن اخت اسماعيل سليم، تمام؟ قلت له سيد متولي ده يقرب لاسماعيل ايه؟ قال لي ابن اخته. قلت له مش انا اللي حطيته في قائمتي؟ انا ما عنديش غل، هم اللي عندهم الغل. النادي مفتوح اللي عايز يجي اهلا وسهلا يتفضل، بس انا هديك امثله. قلت له الاخ وزير الشباب والرياضه او وزير الخارجيه اللي شغال دلوقتي وزير خارجيه، ها سؤال واضح، كلمني في التليفون وقال لي عشان خاطري ممدوح عباس. قلت له ده مشطوب. قال لي كارنيهاته. حاضر، انا اللي دفعت رسوم القضيه، انا بقول لك اهو اللي صمت معايا، وبعت له الكارنيهات بتاعته بتاع اسرته جت البيت. كلمني على احمد سليمان نفس القصه على حسابي بعتهم له. قلت له تاني يوم يشتمونا، دول فاهمين غلط، واخد بالك؟ ومع ذلك النادي مفتوح اهلا وسهلا، انا ما بجيش دعوه، انا بقول له يوم الجمعه اللي بعد الجايه اللي عايز يجي اهلا وسهلا يتفضل. النهارده ممدوح عباس عامل بيان عن طريق المحامي بتاعه هاني زاد حرامي في جورنال حقير اسمه الوطن، ها؟ ولو سمى طبعا تعارض يا محمود ابو سلم انا راح للناس اللي مساعدينك يوم الاثنين بعد بكره عشان اقول لهم مين انت بقى؟ انت متفرحن بيهم ومتفتون بيهم، وان الجهه دي هي اللي سنداك تشتم في الناس وتطلع كلهم مش عاد. وخلي بالك 68 قضيه مرفوعين على محمد الامين ومحمود مسلم، راحوا محكمه الجنح وراحوا محكمه الجنايات وراحوا النقضي يحدد مين المحكمه المختصه، ما بسيبش حقي. لما يطلع بيان النهارده ان هاني زاد كسب غير مشروع خلاص وسرق الفلوس بتاع الدولارات، يا استاذ الفاضل هاني ما عرفش يدافع عن نفسه للاسف. مجلس الاداره جاي لنا فلوس من بره اكتر من 130 مليون مثلا، لو اتحطوا في البنك حساب النادي بيحصل ايه؟ انا بسألكم يا زملكاويه بيتحجز عليهم خلاص. لما بيتحجز عليهم انا عايز اشتري لعيبه، اشتري منين؟ عايز اعمل منشات اجيب منين؟ انا عايز اعرف. يعني اولا ممدوح عباس ملوش مليم في النادي، والنادي اللي عنده حق معاه دلوقتي ملوش تعريفه ومش هيخش بوابه النادي، مش هيقرب من بوابه النادي، هو العصابه بتاعته. انا بسأل سؤال، انا عايز اشتري لعيبه والجمهور عايز يفرح باللعيبه ويفرح بفريقه، تمام؟ منين؟ انا بقى هعمل جمعيه يوميه طارئه، هقول لاعضاء النادي اصحاب الفلوس انا عندي 200 مليون جنيه يا جماعه متوفرين عندي، لم يحدث في تاريخ النادي من 1911 لغايه النهارده يا استاذ احمد يا خالد. في 200 مليون جنيه، تمام؟ بعد ايه بقى؟ بعد ما سددت اللعيبه المصريين كلهم و9 من اللعيبه الاجانب، وسددت مديونات الضرائب 50 مليون دفعتهم لغايه دلوقتي، وجزء كبير من التامينات والمقاولين العرب والاواف و6 اكتوبر، كل ده عمال يفعوض مديون ممدوح عباس. هو فين الدم؟ فانا اقول جماعه يوميه تحب احط 200 مليون جنيه بكره في بنك بتاع حساب النادي، بس اقسم بالله العظيم ما هتشوفوا دوري هننزل درجه ثانيه عشان انا عايز اشتري. لا ما خلاص ما انت حجزت على 200 مليون خدتهم، تمام؟ فلما يجي النهارده نقعد نفكر هي الفلوس دي دخلت في حسابنا؟ هو النهارده تركي آل الشيخ ده يقول لي $1 مليون لمرتضى، اقول له $1 مليون حطهم تحولوا، خلي بالك. ويطلع واد اسمه مش عارف ايه عبد الله ايه كده يقول لك ايه عايز يعرف الفلوس فين؟ فلوس ايه يا ابني؟ ده راحت من، قلت له بص انا مشهور طبعا، قلت له الفلوس تطلع على النجم الساحلي وتطلع على حساب الواد، ما يخشش مليم الزمالك. ده مرتضى منصور اللي اشرف منكم، ده مجلس الاداره الشريف المحترم، دول 18 مليون جنيه كنت زمانكم خبطتهم وجريتوا. ده تركي آل الشيخ الاهلاوي بيساعد الزمالك ب 18 مليون، وانت اللي عامل نفسك زملكاوي حاجز على مستحقات النادي ومكتفنا وشكينا علشان نحط الفلوس في البنك تاخدها، ودي تقول لي انا عايز كرسي اجيب لك منين؟ فانا اعمل جمعيه يوميه خلاص، ما دام الدوله مش قادره عليها اعمل جمعيه يوميه
تعالى تحب نحط 200 مليون للوفر دول في الحساب بتاع النادي؟ خلاص ايوه حطهم يا استاذ مرتضى. تحب خلاص هحطهم هم حرين. بعد 3 ثواني ال 200 مليون هيبقوا جنيه. خلاص عايز اشتري لاعب يا استاذ احمد فين؟ عايز اجيب ترابيزه فين؟ ما عنديش. فلما حافظ انا على اموال النادي من راجل ضربوا عقود هو ويحيى مصطفى كمال ضربوها مع بعض. خلي بالك الاثنين ضربوها مع بعض. قلت انا على مسؤوليتي. عمرك شفت الشيك يتكتب مرتضى منصور يعمل شيك لصالح مرتضى منصور؟ ده في القانون التجاره الجديد يا باشا انا اتحبس لان انا اعلم ان ماليش رصيد. ممدوح عباس عامل شيكات لنفسه لصالحه تمام. ودار عقود بعد ما مشي 60 مليون جنيه اللي بيتكلم فيهم يقول لي جاب ايه يا دولة فوقي يا سيادة المستشار يعني طبعا كل الحاجات القانونية دي احنا لا نفهم فيها. كل واحد اكيد هياخد حقه، انت راجل قانون، وكل واحد ياخد حقه عن طريق القانون. سواء نادي الزمالك او حضرتك او ممدوح عباس، دائما القانون هو الفيصل في هذا الموضوع، وانت راجل قانون. خالد هي فلوسي سامي زاده ده طبعا انا ممكن احطها انت راجل قانون. بس بتحدى ان دولار جه من فلوس كهرباء او اي لاعب من اللعيبه اللي راحت عرضناهم او بعناهم دولار واحد خلاص ما دخلش في نفس اليوم دولار. بتحدى انما لما نلاقي راجل يا جماعه كل قضيته كل جريمته انه ساعد النادي عشان الحجز اللي علينا. يا بيه هو اجوجو دي مشكلته ايه؟ اجوجو يا بيه احنا اتفقنا معاه وخلصنا. اول 50,000 يورو راحوا، الثانيه راحوا، الثالثه حجز عليهم ممدوح عباس اللي هو عامل عاده اجوجو. يا جماعه ده افترى يعني من القوه فوق. وعشان كده لا عندي مبادرات ولا عندي نائب رئيس نادي مزور يخش رابطه النادي كلامي واضح، ولا عندي احمد سليمان ولا الاشكال دي هتخش رابطه النادي. واول عودتي لمجلس الاداره ان شاء الله قرارات شطب لكل من اساء لنادي الزمالك وكل حد تطاول خلاص. وانا على فكره انا قلت الكلام ده امبارح كلامي واضح. نتكلم في الكوره. انا كنت ساكت عشان الانتخابات واخد بالك اقول لك عشان نازلين ضد الانتخابات. لما يكون فرق 11,000 صوت بيني وبين اللي نازل يا راجل ده راح انتخابات الصيد ولا الجزيره مفيش 11,000